ليخرج بها من صفتها أنها نفس أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة. والوصول إلى ذلك يحتاج إلى أمرين أشار إليهما الشيخ رحمه الله تعالى. الأول كثرة الدعاء، ومن أعظم الدعاء الذي ذكر: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومن أعظم الدعاء في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم: اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فيكثر من الدعاء، لأن قوله سبحانه وتعالى إلا ما رحم ربي فيه تنبيه على اللجوء إلى الله بالدعاء، وأن الأمر بيد الله. الأمر الثاني المجاهدة للنفس ومقاومة أمرها بالسوء بأطرها على الحق. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا يكون المرء مطيعا لها فيما تأمره به من سوء وشر وفحشاء ومنكر، بل يقاوم ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا دعته سوء كره بلقاء الله وخوفها بعقابه